بجد عايزه منك 2 في الصالون. انا اعتزلت التمثيل بسببك. يا عم انت سواق ميكروباص ولا مذيع ولا ايه؟ كوكو كوكو. ده مش ضايع، ده مجنون يا اخوان. ايه التوتر ده؟ انت كلك هبعتك مضايقني. انت عايز كل البشر تسمع كلامي؟ اسرح تستفزني. انتوا جننتوني وعرقت واتبهدلت. انا لما برتبك شعري بيقف. وانت ماتني ولا ايه؟ انا مش عايز ناس تكرهك. انت وترتني جدا بجد. هو انت اللي هتلمعني؟ اتفضل استاذ ورنيش. هحلق حواجبي يعني هعمل اي منظر. خاف على فلوسي اللي انت فيها دي. غلط يا عمرو كده يا حبيبي. واحد ما يدري شو نسوي. انا عايزه المعك، اختصر. اسئلتك مستفزه بصراحه. ده انت نارك مش معدي النهارده. يا عم ما تلمعنيش، انا جايه متلمعه خلقه. الصراحه راحه يا عيني، انت ما بتعرفش. انا بلعب بوكس. انت ما بتوبش. بيت ايدك. انت ما تحسسنيش ان انا قاعد مع ترزي. انت مين؟ 3 2 1. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا حيلهم بينهم. ممكن نجم السينما يقعد يدور على مقاسه في الادوار 10 سنين لحد لما يلاقيه. حتى اساله ضيفنا النهارده احمد رزق. يلا 5 نهدى اللي بيفرك. سيب اللي يفرك يا عم. يلا 5 4 3 2 1. اهلا بيكم مشاهدينا وحلقه جديده من برنامجنا وجهة نظر. ضيفنا النهارده هو الفنان خفيف الدم الفنان احمد رزق. اهلا بيك يا اهلا بيك. اهلا كل بيك سنه وانت طيب. وانت طيب يا رب. الله يكرمك. ايه بقى موضوع ابو حمزه ده؟ ابو حمزه ده مش ارهابي ولا حاجه يعني. ده بالصدفه كده. لا مبروك على حمزه حمزة. الله يبارك فيك يا رب. ربنا يخليك. هو حياتي دلوقتي يعني اهم حاجه في حياتي حاليا. شاغل معظم وقتي يعني. لو مش كل وقتي يبقى معظم وقتي. ده اول عنقود. اول العنقود. اخباره ايه؟ والله عسل. يعني الحمد لله. يعني شبهي شويه وشبه مامته شويه وعامل توليفه كده عشان ما يزعلش حد يعني. هو مش عايز يزعل حد. لا هو الواد طالع متزن. فالحمد لله والشكر لله. ربنا يحفظه يعني ان شاء الله. الله يكرمه. طب احمد البدايه كانت فين؟ اول حاجه بدايه خالص ولا بدايه الاحتراف؟ بدايه الاحتراف كانت في مسرح الفن عند الاستاذ جلال الشرقاوي. كنت انا لسه مقدم في المعهد واختارني هو واشتغلت معاه في مسرحيه اسمها قصه الحي الغربي. طيب دي كانت البدايه. والنهايه؟ النهايه ربنا وحده اللي يعلمها يا اخي والله. لسه يعني مش عارفين النهايه هتبقى ايه. ربنا لا يعني اخر اعمالك ايه؟ اخر اعمالي حوش اللي وقع منك. كان بيعرض في ايه الصيف. بقى اللي وقع منك بقى؟ والله حاجات كتير عمور. حاجات كتير وقعت. بص هو الاسم يبدو خفيف قوي. لكنه مش خفيف يعني. لو انت شفت الفيلم هتعرف ان الحكايه مش بسيطه يعني. وان فكره حوش اللي وقع منك اقرب بس اسم الفيلم مش مستفز شويه؟ مش مستفز؟ لا مفيش اسم بيبقى مستفز في المطلق كده يعني. لازم انت اللي اخترته. لازم تربطه بالعمل. لا مش انا اللي اخترته. انا عارف انك بتتدخل في اسم الفيلم وبتحب تقترح اسم الفيلم. مش تدخل يعني. بيبقى اكتر من حد بيقترح وفي النهايه رايك انت في النهايه طبعا. راينا في النهايه رايك انت اللي بيمشي يعني. لا بالعكس. راي المجموعه هو اللي بيمشي. وعاده انا بسلم نفسي للمخرج حتى لو كان بيخرج لاول مره يعني. انت حاسس فرصه حوش اللي وقع منك الفرصه دي على مقاسك؟ حاسس ان دي الفرصه اللي على مقاس احمد؟ اصل انا بلاقي مقاسي بالعافيه كمان عشان تبقى عارف. ايه الفرصه اللي على مقاسك؟ والله الفرصه اللي على مقاسي انا لسه ما اعرفهاش لغايه دلوقتي يعني. كل فرصه يعني نقدر نقول احمد رزق ما حددش مقاسه لسه في السينما؟ والله بص ما حدش بيعرف يحدد مقاسه يعني فكره الروشته اللي بيتكتب فيها مواصفات النجاح دي مش مضمونه يعني. لو في حد عارف ايه هي المواصفات اللي تخلي الفيلم على مقاس الممثل طيب هتبقى حاجه مهمه قوي يعني. فاصل قصير ونعود مع وجهة نظر. ايه يا جميل عايزين نخف كده في الحلقه كده. يا عم خف وانا هخف معاك على طول. خف وانا هخف. بس مش عايزين ننظر بقى نقعد نقول الحاجات والبتاع. عايزين احمد رزق الكوميديان. حاضر ادينا في الخفافه وانا هخف معاك على طول. ما احنا في الخفافه. هو الموضوع كله في الخفافه. يلا اللي بيفرك ورا.
ادي اللي بيفرق كده. ده عاطف. هو بيجي يفرك بالليل كده. عاطف هو اللي بيفرق ورا. عطني وش عندك يلا قول. يلا وانت خف يا احمد معايا كده. اخف حاضر. يلا 3 2 1. النجم احمد رزق، المسلسلات كانت باب للهروب من السينما؟ لا، ما عمرها ما بتبقى باب للهروب. المسلسلات حاجه مهمه زيها زي نجم سينما يهرب، نجم سينما لما يهرب من السينما يروح التلفزيون يبقى فشل في السينما. والله دي بما ان البرنامج اسمه وجهه نظر فانا هعتبرها وجهه نظر، لكن انا مش شايفها كده. يعني انا شايف ان على قد ما الواحد، يعني انا حققت نجاح في التلفزيون، انا بحترمه وبقدره. يعني مسلسل ساره، يعني شايف ان التلفزيون هو اللي على مقاس احمد رزق؟ التلفزيون؟ لا، هو التلفزيون والسينما والاذاعه والمساله كلها بتتوقف على انك تعمل عمل جيد تحترم بيه المتفرجين بس. مش اكتر. يعني خف بس كده شويه. يعني اخف. طيب يعني الناس شافت فيلم ثقافي فتوقعوا قنبله كوميديه جايه، بعد كده فوجئنا بفشل. ايه اللي حصل؟ والله ده نصيب. يعني انت اللي فوجئت بفشل ولا كل الناس فاجئت بفشل؟ انا والناس. انت والناس مع بعض. ما انا من الناس يعني. لا ما كانش فيه. انا شايف ان ما كانش فيه فشل، وما اعتقدش ان انا مغيب يعني. فاهمني؟ تمام. يعني انا بستريح على اللي بيمكنه اكتر. طيب ماشي. فيلم ثقافي تعتبر البدايه يعني. كان البدايه. لكن في النهايه توترني يا انت ميلت قوي. ايه؟ انت مميل قوي. انا كده. فبيقولوا لي الاضاءه مش جايه على نص وشك. انا كده الاضاءه بالظبط. عيب. طيب اتفضل جاوب. في مشكله عندك في الحكايه دي؟ تمام. شفت. ماشي. انا شايف. احنا كنا فين؟ كنا بنقول ايه؟ الفيلم الثقافي والفشل اللي بعد الفيلم الثقافي. عايزين نركز ونخف كده يا ابو حميد. هل انت بتعتبر ايه؟ حدد لي بقى. طيب الفشل واحد، يعني قول لي واحد. حماده يلعب. حماده يلعب ده فشل. رشق في شجره. فشل في شجره. رشق في شجره. لا، ما رشقش في شجره ولا حاجه يا راجل. ده الناس بتحب الفيلم جدا، والفيلم يعني على حسب بس ما كانش ده اللي على مقاس احمد رزق. ما كانش ده مقاس احمد رزق في السينما. ممكن يبقى فيه احسن. بس انا ما بعتبرش. يعني انت بتدور على مقاسك. نعترف انك بتدور على مقاسك. بدور على مقاسي وبيبقى بلاقيه بصعوبه. ده اعتراف لبرنامجنا ان احمد رزق بيدور لسه على مقاسه في السينما. فاصل وانا واصل مع وجهه نظر. ايوه كده، انا عايزك كده تخف كده. ايوه كده حلو. شوف اللي بيفرق. لا خلاص بطل يفرق. يلا يا باشا. 1. النجم احمد رزق، فيلم لخمة راس كان تجربه فاشله. والله انا جاي احتفل بفشلي معاك النهارده. يعني انت شايف؟ ما كانش على مقاسك. انا شايف ان لخمة راس مش على مقاس حجم كوميديا. لا بص، اولا انا يعني انت ما تحسسنيش ان انا قاعد مع ترزي. كل ما نتكلم على حاجه تقول لي المقاس ومش المقاس. لا مش يعني، خليك خف شويه عشان الحياه تبقى لذيذه يعني. لخمة راس يعني ايه لخمة راس اصلا؟ يعني ايه لخمة راس؟ لخمة راس انت شفت الفيلم؟ شفته؟ شفت 10 دقايق منه. شفت 10 دقايق منه. معرفتش، ما فهمتش يعني ايه لخمة لا، ال 10 دقايق بتوع الاعلانات اللي هم قبل الفيلم. وبعدين كان عندك مشوار. لا، لخمة راس بالمعنى الواضح للاسم. يعني في لخمة عملتها راس للبطل. يعني انا بتورط في راس مدبوحة وانا مسافر. كان دور جزار. كان دور جزار. كنت بتورط في الراس دي لغايه ما بسافر بيها، وبيبقى فيها تعمل لي حاله لخمه شديده جدا. فلخمه راس. وبعدين لازم الاسم يبقى فيه كوميرشال. يعني لازم يبقى كوميرشال. اجابتك وصلت. تمام. بعدين انا انصحك بعد كده تشوف الافلام يعني حتى لو فاشله، عشان تعرف تحكم هي فشلت ليه. لازم تشوفها. ماشي. اوكي. يلا يا باشا. يلا. اللي بيفرك يهدى عشان الراجل بيفرك. عطني وش عندك يلا قول. يلا اوكي. 5 4 3 2 1. الشكل الاجنبي ساعد احمد على الانتشار في السينما؟ الشكل الاجنبي عندي؟ امال عندي؟ والله بص، انا يعني شكلي من يعني عشان من اول ما طلعت
العينين الزرقاء والشعر الاصفر والحاجات دي بتفرق في طب ليه غيرت اللوك ده ليه؟ التغيير. لازم الواحد يساعد، يعني لازم الواحد يغير في اول باول عشان الناس ما تزهقش. يعني الناس لازم. الغريب ان الناس زهقت برضه. زهقت من اللوك الجديد. هغيره. هتعمل كل ما يزهقوا هغير اللوك عشان هتعمل ايه يا ابو حمزه؟ هعمل ايه؟ هربي شعري، هحلق حواجبي، يعني هعمل اي منظر يعني بحيث ان الواحد يغير. ده اعتراف لبرنامجنا ان الكاركتر ده لسه مش مقاس مش مقاسي. طب عايزك تديني المقاسات على فكره عشان ابقى انا عارف ولا ماشي يعني. قول لي المقاسات ايه بالظبط عشان ابقى انا. 38 40 ده الايديال يعني. لا ما بيبقاش مظبوط برضه. بيجي ضيق. بيجي طيب. لا كان بيقول افيه بس، طب ما انا هقطعه. لا اتفضل كمل. اوكي اتفضل. 1. انا اللي اسال ولا اعمل ايه؟ طيب انا لقيتك بتضحك فاستناك تخلص. لا انت خش على طول يا راجل. طب جاوب. بعد 1 خش على طول. ما انا سالتك جاوب. سالت انت ايه؟ قلت لك اللوك ده مش على مقاس احمد رزق، فقلت لي هحاول اغير. اوعدك هحاول اغير كل ما. قول لي ميعاد، انا عايز سبق البرنامج. يوم الخميس الساعه 8:30. ده سبق البرنامجنا وجهه نظر ان يوم الخميس 8:30 احمد رزق هيغير. ده الميعاد اللي انا متعود اغير فيه اللوك بتاعي. 8:30 الخميس. مرتبط جواك بحاجه الميعاد ده؟ ولا حاجه يعني. مش مرتبط ولا حاجه. جربت الاربع، جربت الثلاث. جربت الاربع، ايه اللي حصل؟ ما اتبسطتش. ما اتبسطتش. لقيت الخميس لذيذ كده فاهم، وبعدين صباح جمعه. طب ما الثلاث في نص الاسبوع ممكن. لا دمه تقيل. احمد، عمليه التجميل افادتك؟ كتير يعني الفتره اللي انا عشت فيها رفيع في حياتي. بس دي ما كنتش مبسوط. لا ما حضرتهاش انت. ولا انت؟ لا انا حضرتها. امال مين اللي كان رفيع؟ انا اللي كنت رفيع. يعني ما اتبسطتش. ولا اتبسطت من الاربع؟ ولا اتبسطت لما كنت رفيع؟ لا فقررت تفضل تخين يوم الخميس. اغير اللوك الخميس وارجع تخين، فعملت العمليه. انت بتهرب من الاسئله يا احمد؟ مش بهرب من الاسئله، اصل يعني دايما لما يبقى في زحمه تحاول تشوف طريق تاني. برضه بتهرب من الاسئله؟ لا اديني سؤال بس وانا هتلاقيني عسل معاك. قلت لك فيلم ثقافي فشل بسببك ليه؟ انا بص ما اقدرش اقول فشل بسببي ليه، الناس هي اللي تقول. هو انا ما انا بنقل لك وجهه نظر الناس عشان تستفيد. ما انا عارف. ما انا عشان يعني كده بقول لك الناس هي اللي تحكم هو فشل بسببي ليه. يعني يمكن انا ما اجتهدتش، يمكن ما ذاكرتش. طب ما اجتهدتش ليه؟ خدت فرصه بالحجم ده، ما اجتهدتش ليه؟ ما هو انا عيب فيا لان انا كسول. انا كسول قوي. ده اعتراف لبرنامجنا ان احمد رزق كسول. لا ده معروفه. طيب لا دي معروفه. عطني وش عندك يلا قول. انا مش عايز اقف كتير بس يا احمد. انا بس عايزك بعد 1 توريني الضحكه دي. قول بتضحكني كده. بتتبسط يعني؟ لا مش بضحك يعني، بتعملها حلو. طب يلا يا احمد يلا. 5 4 3 2 1. النجم احمد رزق، علاقتك بالجمهور اخبارها ايه؟ بخير والله. بخير. بتعرف منين؟ منهم. بتعرف من الجمهور؟ في الشارع. واحد يعني عارف ان واحد بقابلهم في الشارع وبنزل اسالهم واحد. لا طبعا بتبقى بص انت بيبقى عندك عينات كده زي ما بيقولوا. عينات؟ تمام. بتشوف منهم. نروح لسؤال تاني. في وجهة نظر بتقول ان افيهات احمد كلها مكررة. مظبوط. دي حلقة الصراحة. لسه في حاجة تاني ولا هو ده بس؟ ان الافيهات مكررة. انك بتعتمد على مقاسك. مظبوط. في السنة. مظبوط. خلاص. انك كل خبرتك هي في النضارات اللي بتلبسها. مظبوط. مظبوط الكلام ده؟ طبعا. ان اعتمادك الاساسي على الاكسسوارات مش على الموهبه. طبعا الحمد لله. خلاص. الحمد لله. انك بتهتم بدرجه كبيره قوي بلون الاحذيه مش بلون الشخصيه الداخلي. والله ده كلام يعني انا سعيد اني بسمعه. مبسوط بجد لان ده جانب جديد انا اول مره اسمعه، يعني اول مره حد. ما احنا مرايتك يا احمد. ما انا عشان كده مبسوط. بجد يعني مبسوط وحاسس ان برنامج فيه نوع من الصراحه والوضوح، غير بقى المجاملات ويقول لك فيلمك اللي نجح وانت عملت. مش هنطبق كلها مجاملات فاهم، لكن طالما بنتكلم في فشل وبنتكلم في تحس ان في وانك ما لقيتش مقاسك لغايه دلوقتي. بالظبط. في صراحه كده تحترم يعني. بجد انا فخور بيها يعني. انا بحييك يا احمد على صراحتك. ربنا يخليك. انا بحييك وبحييك انك بتشكر في البرنامج، انا يهمني ده جدا. لا هاخد ده في برومو. انت كمنتج طبعا ومخرج انت كمان اللي بتقول 5 4 وبتاع لازم اعمل كنترول. الله يفتح عليك. ياكلوني. الله يكرمك. لا بس انت مستقبلك زي الفل. ربنا يخليك. ربنا يكرمك. ربنا يخليك يا ابو حمد. يلا حد من الجمهور يحب يشارك؟ عايز تسال؟ شبه سيد عبد الحفيظ قوي. يلا طب ثانيه واحده. 5 4 3 2
1 اتفضل. كنت عايز اقول الفنان الكبير احمد عز. احمد عز. احمد عز. احمد رزق. انتوا جايبين لنا ناس ضربه ولا ايه؟ طب سيب اسال المايك. سيبك سيب المايك سيبك من اسمه. سيب المايك. اتفضل اطلع بره. طب بدوش يا حسن. ايه العيال اللي انت جايبها لي دي؟ ده ضارب ولا ايه؟ بيقول لي احمد عز. عطني وش عندك يلا قول. 1 احمد رزق، انت ليه ما بتنوعش في ادوارك؟ والله بص، طالما المساله ماشيه فالحمد لله على كده، لكن هنتعب. انت اللي شايف انها ماشيه يا احمد. وهنجتهد. ايه؟ انت اللي شايف انها ماشيه. لا ماشيه، ما انا بطلع من احمد الكلام ده يتزعل الناس، فلما تقول ان انا لا بتعب ولا بجتهد ده مش هيخلي صورتك كويسه. لا بالعكس، بالعكس، الناس بتقدر دلوقتي ان الزمن بقى صعب قوي. ففكره ان انت تضيع وقتك بقى في مذاكره ورسم شخصيه وتفاصيل، وازاي بيمشي وازاي بيتكلم وازاي بيلبس، كل دي تفاصيل. ما بتمثل ليه بقى؟ بمثل عشان الفلوس. ما دام الحياه الفنيه مش على مقاسك. فلوس. ده اعتراف عاشر لبرنامجنا النهارده ان احمد رزق مادي وبيمثل عشان الفلوس. وماشيه الحمد لله، فخلاص يعني. الكلام ده هيدمرك فنيا. الحمد لله الحمد لله يا رب كده. مش هتلاقي مقاسك خالص بعد كده في السينما ان شاء الله باذن الله. مش مهم انا هعمل ايه، بس انا متفائل خير يعني. بعد كل ده متفائل؟ الحمد لله. انا مستغرب. وانا كمان والله. طب انت مستغرب ليه؟ مستغرب عشان انت مستغرب، يعني انا بقول لك كلام يعني عشان انا صريح معاك تزعل. المفروض تبقى انت مقدر الصراحه دي وتبقى فرحان بيها ان انت قاعد قدامك. انا فرحان. انا شخصيا عملت 10 اعترافات للحلقه بتاعتي. طب انما انا قلقان عليك. لا ما انا مرعوب عليك. والله ما تقلق ان شاء الله. ربك انا متاخد جدا والله. ربك متاخد مخطوف يعني. انا مش عايز اقول لك يعني. ربك بيسترها بقى عشان الواحد طيب. اهم حاجه انك تبقى طيب. انهي واحد طيب يعني؟ انهي ايه؟ انهي واحد يعني؟ لا انا بتكلم عن نفسي. طب فاصل قصير ونواصل مع وجهه نظر. ايه يا احمد الكلام ده يتذاع؟ ازاي يا حبيبي؟ انت موافق انه يتذاع؟ مفيش مشكله خالص، انا صريح معاك. طالما البرنامج كله على بعضه هيتذاع يبقى الكلام ده يتذاع، ما عنديش مشكله يعني. انا مخطوف عشانك بجد. لا ما تقلقش. يلا اوكي بس ركز انت وان شاء الله ربنا يسعدك. ماشي. 5 4 3 2 1. النجم احمد رزق. احنا عملنا استطلاع راي الجمهور في الشارع من خلال تقرير وعايزينك تشوفه ونرجع نكمل حوارنا مع بعض. اتفضل يا باشا. اتفضل. استاذ احمد، انا كنت بحبك في الاول خالص، لكن بعد كده مبقتش احب افلامك ولا احب ادوارك، لانك بقيت تعمل افلام مش حلوه خالص زي لحمه راس وكده فوضى، ودي نزلت منك كتير قوي. بصراحه احمد رزق ما بيعجبنيش اداؤه، واداؤه في الفيلم الاخير ما كانش قد كده يعني، وافاته بطيئه وما بفهمش منها حاجه. والله هو احمد رزق يعني ما اقنعنيش وما حسيتوش في الفيلم الاخير، بس يا ريت يركز شويه ويغير في نوعيه افلامه يعني. احمد رزق بحس انك مش بتمثل، بتهزر، مش بتمثل، مش تمثيلك مش جاد، ما اعرفش يعني. بحس ان تمثيلك مبتذل. الآراء دي مش صدمه بالنسبه لك؟ لا خالص. كنت متوقع ده؟ عارفها. عارفها يعني. انا دي من الحاجات اللي انا بسعى لها يعني. ان العلاقه بيني وبين الجمهور يبقى فيها الوضوح ده يعني. الحمد لله. انك ما بتضحكهمش وان الادوار مبتذله. ايه فيلم كده فوضى ده ولا اعرف عنه حاجه. بتتبرى منه؟ اللي هو ايه؟ كده فوضى. كده فوضى يعني انت دلوقتي مش عايز تعترف انك مثلت فيه، مش حابب انك تفتكر ده. لا ما مثلتش. خلاص انساه. احنا كمان عايزين ننساه. تمام. ده كان سنه كام كده فوضى؟ والله ما اعرف، انا اول مره اسمع عن الفيلم ده بحث يعني. انا عملت فيلم اسمه كده فوضى يعني. هو الجمهور لا جمهور يمكن بس اتلخبط. عطني وش عندك يلا قول. ما هو مش قدرات، هي مساله قدرات في النهايه. كل واحد وقدراته، فاهمني؟ انا دي قدراتك ضعيف. ومشيت معايا في الاول وبتاع، هعمل ايه طيب؟ ما هي مش هتمشي معاك على طول يا احمد. لما تقف بقى هنبقى نتصرف ساعتها. هتعمل مشروع؟ هعمل مشروع. هتعمل ايه؟ لسه ما فكرتش. لسه ما فكرتش. بعد الاعتزال لسه ما فكرتش؟ لا لسه، بس هبتدي افكر يعني قرار الاعتزال قرب يعني شويه يعني. انا بحترم صراحتك. ربنا يخليك. نشوف تقرير ونرجع نكمل كلامنا مع بعض. احمد رزق كويس يعني، بس ما يعني انا ما بشوفه ما يعني لا بضحك ولا ببتسم
وزيه زي اي ممثل عادي من اللي لسه طالعين يعني. فهو لا يضحكني بالمره. بس طبعا هي ارزاق، اي واحد بيبقى نجم في الايام العجيبه اللي احنا عايشينها دي، فربنا يوفقه. انا ما اقدرش اقول يعني. انا يمكن شفت له الافلام اللي عملها، افلام ما عجبتنيش، ما فيهاش افيهات زي زمايله الكوميديانات يعني. وحتى المسلسل الاخير اللي عمله مع حنان ترك برضه ما عجبنيش يعني. فارجوكم ما تبقوش تقولي تاني تسالوني على حد، لان تقييم الزملاء ده بيبقى مساله صعبه جدا. بس ده لو حبيتوا رايي يعني. وارجوكوا كفايه عشان ما خبطش اكتر من كده. هو كمان شايف ان الحكايه ارزاق. عطني وش عندك يلا قول. لان طلعت من اكتر الناس القريبين ليا فعرفني كويس. فهو كمان حاسس ان قرار الاعتزال قرب. هو واصله له المعلومه. كنا اتكلمنا فيها قبل كده يعني. بس فخير ان شاء الله خير يعني. انا بشكرك على صراحتك جدا انا يا احمد. من اول الحلقه. انا بشكرك على صراحتك من اول الحلقه. لا انا سيبك من اول الحلقه، انا مبسوط بالنتيجه اللي وصلنا ليها في اخر الحلقه. كويس. اللي هي ايه النتيجه؟ اللي هي النتيجه ان انت خلاص قررت تعتزل. لا لسه، بس قرب. امتى بالظبط؟ ما هو مش لازم توصل لمرحله الضياع يا احمد. لا مش لازم، لا قبل مرحله الضياع بشويه. هتلاقيني رحت عامل الحكايه دي على طول. هتغير. ده هيبقى يوم الخميس برضو ولا هتختار يوم تاني؟ يوم الخميس 8:30. انا دايما اي تغيير في حياتي لازم يبقى يوم الخميس 8:30. تمام. انا بشكرك جدا يا احمد وبحترم صراحتك جدا. الله يبارك لك. وبقول لك ميرسي جدا على الحلقه دي. ربنا يخليك. ويمكن دي اقوى حلقه عملها احمد رزق في حياته الفنيه. طبعا وفي تاريخه. طبعا. ويمكن زي ما قلنا ان البدايه كانت مع جلال الشرقاوي، يمكن دي النهايه هنا تكون النهايه هنا. بالظبط. كل سنه وانت طيب. وانت طيب. وعايزك تقول لجمهورك كل سنه وانت طيب. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه، وربنا يقويكم ويصبركم باذن الله. كل سنه وانتم طيبين. لا ما ينفعش اخد الختام ده، انا عايز ختام عام يقويكم ويصبركم على ايه؟ على الحياه يعني. الدنيا اللي بيفرق الدنيا واللي بيفرق ده ربنا يقويه. والله اللي بيفرق ده له الجنه. ماشي. ختام، نعمل ختام كده يا احمد. اعمل يلا. انا اللي اعمل الكاميرا. انا اللي اعمل. اشكرنا على الحلقه قوي وعلى الانتاج انه بيج برودكشن. انا مبسوط. لا بص هقول لك تقول ايه. اشكرنا على الحلقه. هظبطك انا. ما انا اقول لك اهو ده بيج برودكشن. والله هظبطك. طيب يلا. مش ده انتاج؟ ان انا مذيع كويس. اعزائي المشاهدين، انا كنت مبسوط قوي ان انا كنت معاكم النهارده، وبتمنى يا رب تكون الحلقه عجبتكم ودمها خفيف. وانا سعيد باني كنت موجود مع مذيع لذيذ قوي ودمه خفيف، وقدرنا نوصل لنتائج كتير اثناء البرامج، وخد سبق كتير. وهو خرج مني قرار يعني انا قربت اعمله يعني. لو استمرت البرامج في البلد بالمنظر ده، ما انا هقول لك لازم الواحد يفكر في الاعتزال بجد، لان المساله بقت دمها تقيل وبايخه قوي. خلاص خلاص تمام كده. تمام ولا ايه؟ شوف طارق طيب قبل ما اقول. لا طارق ملوش دعوه. يا استاذ احمد ده مقلب، وانا كنت بهزر معاك وما تزعلش مني خالص، وانا بحبك وبحب ادوارك كلها. انا عايز اقول لك احمد رزق انا بحبك جدا، وده مقلب والله فيك، وما تزعلش مننا، وكل سنه وانت طيب، وانا بجد بموت فيك يعني. والله احمد يعني احنا بنحب افلامه كلها وافلامه الاخيره حلوه كويسه، وبنحبك قوي يا احمد. طلعت بجد. طلعت ده كان رايه طلعت بجد. ده رايه بجد. ده الوحيد اللي انا واثق فيه. ده صاحبك اللي انت بتثق فيه، تأتمنوا على اسرارك، وهتعملوا مع بعض مشروع بعد الاعتزال. عطني وش عندك يلا قول. قرار الاعتزال انا رجعت فيه يا جماعه بعد اعترافات الناس اللي قالتها دي، فاستحملوني بقى. انا قررت اكمل يعني. لا نستحملك، احنا بنموت فيك اصلا يعني. هنستحملك. ربنا يخليك يا عمور. تعال بص كده اخونا طلعت. طبعا يا احمد انت مستغرب، بس انا عايز اقول لك الموقف ده اتعمل فيا بالظبط، وكان عصام كاريكا هو اللي عمل فيا كده. اوعى يا حبيبي تزعل مني، ده البرنامج كده. طبعا انت عارف عزتك عندي، وعارف انت صاحبي قد ايه، وعارف انا بحبك ومقتنع بيك قد ايه، زي ما الناس كلها مقتنعه بيك. ربنا يوفقك ويكرمك، انت بني ادم جميل ونضيف من جوه، علشان كده ربنا هيساعدك وهيقف جنبك، ودايما ناجح يا رب في كل افلامك. اوعى تزعل مني يا ابو حمزه. يا رب تلاقي مقاسك بقى يا رب.
يا رب يا اخي انا الاوان. يا رب بقى. كل سنه وانت طيب يا احمد. والناس اللي اتطردت واتبهدلت دي. لا دول النصابين كلهم، دول نصابين، ما تصدقش الكلام ده، دول قابضين قبل ما يجوا اصلا. لا والله بس وكلهم لابسين جبس يا معلم. طبعا يعني كل شويه اضرب عيني كده في اي حد قاعد الاقي جبس، الناس عامله كده وقفشه. ما هيتلاش. قلت يا الناس دي يا اما ما بتاكلش يا ما بتقبضش، في حاجه في الموضوع. ماشي يا عم. بجد عايزه منك 2 في الصالون. انا اعتزلت التمثيل بسببك. يا عم انت سواق ميكروباص ولا مذيع ولا ايه؟ كوكو كوكو. ده مش ضايع، ده مجنون يا اخوان. ايه التوتر ده؟ انت كلك عبادك مضايقني. انت عايز كل البشر تسمع كلامك؟ اشرح تستفزني. انتوا جننتوني وعرقت واتبهدلت. انا لما برتبك شعري بيقف. انت ماتني ولا ايه؟ انا مش عايز الاستكراه. انت وترتني جدا بجد. هو انت اللي هتلمعني؟ اتفضل استاذ ورنيش. هحلق حواجبي، يعني هعمل اي منظر. خاف على فلوسي اللي انت فيها دي. غلط يا عمرو كده يا حبيبي. واحد ما يدري شو نسوي. انا عايزه المعك، اختصر. اسئلتك مستفزه بصراحه. ده انت نارك مش معدي النهارده. يا عم ما تلمعنيش، انا جايه متلمعه خلقك. الصراحه راحه يا عيني، انت ما بتعرفش. انا بلعب بوكس. انت ما بتوبش. بيت ايدك. انت ما تحسسنيش ان انا قاعد مع ترزي. انت مين؟ 3 2 1